كل يوم محتاج منك تفكير هنعمل غدا ايه. عايزين اكلات تكون سهلة وبسيطة واقتصادية ومشبعة للولاد. كل الافكار دي جمعتها لك النهاردة في فيديو هيقولك 7 افكار للغدا تستعمليهم بقى في الاسبوع، توزعيهم في الشهر. المهم ان هي افكار ان شاء الله تكون اقتصادية وسهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. عندنا مذاكرة وعندنا امتحانات. لو اول مره بقى تشوفي قناتي اتمنى ان انتي تنوريني كده وتكتبي لي تعليق حلو ان اول مره تشوفي قناتي. من اسعد التعليقات اللي بشوفها اول مره اشوف قناتك واشتركت عندك. ونوريني كده ونوري القناه ولفي لفه كده، شوفي الميزانيه اللي انا بنزلها كل شهر وتقسيمات الشهر وتحضيرات الفريزر واكلات الطوارئ وكل حاجه. واتمنى ان تسيبي لي لايك حلو كده. ويلا بينا نبدأ في أول غدا سهل اقتصادي بسيط. أول حاجة طالبة منك بصلاية كده كبيرة حلوة وعايزة أبشرها. بعد ما هبشرها هحط عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل. أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هتبل الفراخ أو الأجنحة بتاعتي اللي أنا هشتغل بيها. الخطوة دي بتبقى مهمة جدا جدا على فكرة في تتبيلة الفراخ، وبتفرق بالأخص لو انت هتسلقيها أو هتعمليها صينية. بس هنا انا كنت بعمل ايه؟ عملت بصلايه كده خرطتها، وببدا بعد كده بقى احمرها شويه، ونزلت بكيس الصلصه بتاعي وهسيبه يتسبك شويه. وفي نفس الوقت ده انا كنت بسلق شويه من اللوبيا، يعني ربع كيلو من اللوبيا سلقتهم. تعالوا بقى نشوف الاجنحه اللي احنا جايبينها. كيلو ونص من الاجنحه، يعني كيلو ونص اصلا بتمن تقريبا كيلو اجنحه، بس ان انا اتضح لي ان الاجنحه بس لوحدها طلعت سعر تاني خالص. فهنا اصلا احنا دي الاجنحه والهياكل دي اللي احنا عاملينها في الميزانيه لما بنجيب الفراخ وبنقسمها. فدول حوالي كيلو ونص اهو. هقطعها زي ما انتم شايفين كده، هشيل الضفر ده اللي احنا هنرميه خالص، وببدا اقسم الجناح 3 قطع زي ما انتم شايفين. العظميه دي ما ترميهاش، هي اللي دي اللي هترمي معاكي شوربه حلوه قوي في الاكل اللي انت بتعمليه. ابداي بقى قطعي وبعد كده اغسلي كويس قوي، يعني انا كنت شطفاها وغسلاها وبعد كده قطعتها، وبعد التقطيع كمان بنغسلها ونصفيها كويس. خدت بقى البصلايه وملح وفلفل دي وتبلتها. عايزه اقولك انت لو عامله فراخ وعملتي الخطوه دي هتفرق معاكي في ريحه الشوربه جدا. وبعد كده رصيتهم في الصينيه وحطيت عليهم معلقه من الليمون او كبيس الليمون اللي انا عاملاه. انا كنت عامله لي الاكل، انا دخلته في كل حاجه، دخلته في كل حياتي. وارجعوا الفيديو بتاع كبيس الليمون اللي هو بيتاكل مع الاكل، وفي نفس الوقت دخلته في تتبيلات كتيره جدا. هبدأ دلوقتي بقى. كان عندي بس ضربت طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل شويه ملح وفلفل وضربتهم كده في الكبه خليتهم ناعمين، ودي تتبيله للفراخ المشويه. وبعد كده بقى ابتديت ان انا ادهنه. دي خطوه اختياريه. بصوا يا بنات، انا كان عندي التتبيله دي، يعني التتبيله دي انا كنت بتبل الفراخ مشويه، ودي اتبقت مني فخدتها وركنتها. تاني يوم لما جيت اعمل الاجنحه حطيتها على الاجنحه وفرقت طبعا، ادت طعم. لكن كده كده احنا حاطين بصلايه وحاطين ملح وفلفل فكله تمام. هنا اللوبيا خلاص كانت استلقت، وطبعا ما تهريهاش قوي قوي، اديها فرصة ان هي لسه هتكمل بقية التسوية بتاعتها في الصلصة. هنا خلاص الصلصة بقى اتسبكت شوية كده، فهدي بقى شوية ملح وشوية فلفل اسمر، مش بحط لها اكتر من كده. وممكن تحطي سنة كمون عشان خاطر البقوليات بيستحسن ان انت تحطي معاها كمون. نزلت بقى باللوبيا واديها بقى كوبايه شوربه حلوه كده او كوبايه ميه من الحنفيه ومكعب مرق. يعني ما توقفيش نفسك واشتغلي واعملي غدا. المهم ان احنا ايه. وعلى فكره انت لو عايزه تسلقي الاجنحه اسلقيها بس في الصينيه بصراحه بتبقى حلوه قوي. عملت شويه رز بشعريه حلوين كده، شايفين شعريه حمرا كده وحلوه وذهبي. وانزلي بالرز، خديه بقى تشويحه مع الشعريه، يعني خليه ياخد لون كده ويتغلف بالماده الدهنيه جنب الشعريه. ده بيخليه يفلفل معاكي، يعني لما بتقلبيه كده شويه مع الزيت او السمنه اللي انت بتطبخي فيها بتخلي الرزايه تتغلف بالماده الدهنيه ويفلفل معاكي. حطيت شويه الملح ومعيار الميه، وكده انت عملتي اكله اقتصاديه سهله بسيطه وان شاء الله مش مكلفه كتير. وتابعوني في الميزانيه اللي احنا بنعملها، هتلاقوا ان كل الوصفات اللي انا بقدمها لكم دلوقتي دي هي عبارة عن أطباق مقسمينها من أول يوم واحد في الشهر وحاطينها في التلاجة عندنا. ببدأ استخدم طبق طبق معاكم ونعمل وصفات اليوم، او اعمل لكم جدول الاسبوع زي ما انتم بتبقوا عايزين. شوية لوبيا حلوين سخنين للولاد، شوية رز مفلفلين، كام جناح حلوين كده يمصمصوا فيهم، والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. جربوا الوصفة وجربوا الطريقة ديت للأجنحة، ان شاء الله هتعجبكم قوي. شايفين اللوبيا مسبكة ازاي؟ ولو عايزة تديها جمال وريحة حلوة كمان للوبيا هتضيفي فص توم بعد ما تتسبك كده، فص توم واحد بس بالهراسة كده، سيبيها تاخد غلوة بسيطة بيه، هتشمي ريحتها من اخر الشارع كده.
تعالوا بقى ايه، ده اول غدا خلاص خلصناه. تعالوا بقى نشوف الغدا التاني بقى، ده عسل 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 ان شاء الله هيعجبكم. نبعد عن المكرونه ونبعد عن الرز شويه. وتعالوا بقى هاتي بقى كيس لسان عصفور. حاولي تخليه كيسين عشان خاطر الكيس قليل، يعني لو انتوا اسره الكيس هيبقى قليل، لان انا بعد ما عملته حسيت وجمال الاكله كمان يعني هتعجب ولادك جدا. جبت بقى ايه نص كيلو كبد وقوانص كده. ابدأي بقى قطعي القوانص لوحدها، غسلتهم طبعا وصفيته وغسلته بالليمون، وقطعت القوانص لوحدها الاول، شوحتها كده لغايه ما تتحمر. خدي بالك عشان بتقعد تفرقع كده وهي بتتحمر، ولا قدر الله ما تاذيكيش يعني. وبعد كده حطيت نص معلقه سكر صغيره وبصلايه كبيره، وشوحي بقى البصله مع القوانص كله. انا لسه ما حطيتش الكبده. هنزل بقى بمكعب من المرق وشويه من بهارات الفراخ، وقلبي المكونات دي. متنسيش ان احنا حمرنا ايه في الاول، حمرنا لسان العصفور. اديها بقى شقشق ميه وسيبيها كده تبك الميه بتاعتها، وبعد كده علي النار وانزلي بالكبده. لازم الكبده قبل ما تنزلي بيها تكون النار عاليه، عشان ما تسمحش للكبده ان هي تنزل اي سوائل. هنا كنت بشيل بس بذر الليمون. لا اما كده لا اما انت عايزه تشوحيها في طاسه بره وبعد كده تحطيها براحتك. انا حطيت بقى قرن فلفل مع الحاجات الحلوه دي. وتعالوا بقى بصوا الكبد والقوانص عملنا منها ايه. عملت منها وجبتين. اول حاجه خدت معلقه طماطمايه مبشوره مع معلقه كده من الكبد والقوانص بالخلطه بالبصل اللي انا عاملاها، شويه ملح شويه فلفل شويه بهارات، مع كيس لسان العصفور اللي حمرناه، ونزلنا عليه بكوبايتين ميه، وكاننا بقى بنعمل الرز خلاص كده. بس بقى عايزه اقول لكم والله يا بنات اطعم من الرز، اطعم من الرز بامانه. طيب هنا بقى الكميه هتبقى قليله لو حبينا نغمس في ناس عايزه تاكل بفل يعني زي رز او مكرونه او لسان عصفور. خلاص بصوا فلفل ازاي. عايزه اقول لك الاكله دي انا بعشقها بصراحه. والناحيه التانية عملت ايه، بطاطسايه كده مكعبات عشان تشرب الصوص اللي نازل من الكبد والقوانص وتستوي، ويبقى حقيقها كده زي العسل ودايبه زي الزبده بصراحه. الاكله دي ان شاء الله تعجبكم، واقتصاديه سهله بسيطه اهي. تقدري تعمليها من نص كيلو كبد وقوانص جنب بطاطسايه، تقدري تعمليها تزودي الكميه براحتك خالص، شغال وهيشبع ولادك ان شاء الله. اتمنى بس ان انتوا لو متابعيني لغايه هنا كده ان انتي تنزلي تعملي لايك وتعملي كده اشتراك في القناه وتعليق حلو منك كده، فرحوني وقولوا لي احنا متابعينك يا نهى. صلوا على النبي في الكومنتات، ربنا يسعدكم يا رب. تعالوا بقى نشوف الوجبه العسل السكر دي. انا بحب الوجبات السريعه، اسهل من كده مفيش. طيب خدي بالك احنا بنعمل بروتين، ولا هو مكلف قوي ولا هو قليل. الحاجة الطبيعية اللي تشبع ولادك، ويبقى فيه وجبة تكفي أسرة 4 أفراد 5 أفراد بكميات معقولة. طيب أنا هنا نزلت بكيس من المكرونة أو حبة من المكرونة السايبة براحتك بقى حسب الكمية اللي انت عايزاها. وكان صدر فرخة واحد مقطعينه في الميزانية، وكتبت لي في التعليقات تحت وانا بقطعه، قالت لي صدر الفرخه ده انت شايلاه في طبق هيعمل ايه، ازاي هاكل اسره. تعالي اقول لك ازاي هاكل اسره. في اي يوم عندك بواقي اكل او ما عندكيش، ولادك بقى فطروا الصبح فطار كويس كده وجايين مدرسه، ساعه الغدا بتاعك هتروحي عامله ايه، طاسه كده فيها معلقه من السمنه او الزيت، وهبدا انزل بصدر الفرخه بعد ما اكون قطعته مكعبات صغيره. بعد كده احط فص توم. اعذروني ساعات بيبقى صوتي فيه نفحه كده لاني عشان بتكلم في الفيديو عايزه انجز معاكم. بص بقى انا حطيت فص توم وقلبته الاول، وبعد كده نزلت بمعلقتين من الدقيق، قلبتهم يعني 10 دقايق كده او 5 دقايق بس يعني اتحمصوا. وبعد كده نزلت بلتر من الحليب، وكده عملتي احلى وايت صوص. انا ضفت بس كوبايه من ميه سلق المكرونه، لان انا بحب الصوص يبقى كتير، فكنت عايزه ازود واللبن ما كانش كتير، فزودت كوبايه من ميه سلق المكرونه، بتدي طعم حلو قوي. اضافات بقى بسيطه متوفره عندي فانا حطيتها. شويه كان في قطعتين جبنه رومي حطيتهم، عندك قطع جبنه مثلثات حطي، كل ده بيغذي الطعم بتاعك. عندك شويه جبنه موتزاريلا زي اللي انا حطيتهم دول حطيهم. بس كده مش اكتر من كده، وشويه ملح وفلفل اسمر. وقلبي بقى المكرونه بتاعتك مع الوايت صوص ده. بس الاكله دي لازم تتاكل سخنه، يعني هي تعتبر اكله شتويه. ليه؟ هتطلع من على النار على الغدا على طول، كل واحد هياخد طبق كده وزي العسل. فراخ انا هنا كنت برش شويه زعتر. طيب عارفه ان في المحلات تقدري تعملي الكميه زي في المحلات بيعملوا ايه، بيحطوا الكميه دي مثلا كده في صينيه بعد ما هو عملها كده، وهيرش على وشها جبنه موتزاريلا ويدخلها الفرن تسيح.
بقت احلى طاجن بالشيء الفلاني بره. جربوا لو عايزه تقسميها في طواجن او عايزه تعمليها في صينيه بيركس كبيره وتعملي كده وتدخليها، هتبقى احلى مكرونه وايت صوص انت عملتيها. جربوا طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. وده كان صدر الفرخه اللي قالت لي انت هتاكلوا ايه او هيشبع ازاي صدر الفرخه، والحمد لله شبع وكفى ووفى وكل حاجه. اهم حاجه الرضا يا جماعه، واهم حاجه ان احنا نعرف ازاي نستغل المكونات اللي عندنا. المعالق كترت اهي على طول من على البوتاجاز. نقدر نستغل الحاجه اللي عندنا. يعني ممكن يبقى عندي كيلو بانيه لكن تفكيري ما يودينيش ممكن اعمل بيه ايه، وممكن اعمل منه كل اشكال كتيره جدا. ورجعوا الفيديو اللي احنا عاملين من ال2 كيلو بانيه عاملين 9 اطباق او 10 اطباق وجبات غدا ومشبعه ومكفيه كمان. ارجعوا الفيديو اللي فات على طول بتاع 2 كيلو بانيه ممكن اطلع منهم ايه. طيب الاكله بقى دي انا مش عارفه انتوا تعرفوها ولا لا، بس انا لما نزلتها على الصفحه عندي حسيت ان ناس كتيره مش عارفه يعني ايه باميه بالعدس. لا، باميه بالعدس دي حكايه يا جماعه. دي عايزه كده قاعده وعايزه 20 رغيف واكله كده من اللي هي بتاعت زمان، الزمن الجميل الحلو ده، والاكلات اللي كانت بتشبع. كل اللي انا هحتاجه منك بقى في الغدا ده شويه من العدس، ربع كيلو من العدس، بصلايه، فصين توم، 2 طماطم، وجزرايه قطعيها مربعات صغيره. يعني ايه، انا عايزاها مربعات صغيره. معلش انا تاني هقول لكم اعذروني ان انا بتكلم بسرعه، بس ببقى عايزه اوصف لكم الحاجه وفي نفس الوقت ما اطولش الفيديو عليكي. وبقول لك كل التفاصيل بامانه عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه، ما يبقاش افكار وبس، لا افكار وطريقه كمان. طيب حطيت العدس عادي يتسلق ما فيش اي مشكله، وحطيت له شويه ملح وكمون. وهنا بقى هاخد ربع كيلو الويكه اللي هي الباميه الكبيره يا بنات، بكون غسلتها وصفيتها في المصفى كويس قوي عشان ما تعملش معايا عرق جامد. وبعد كده بقى ببدا اقطع الراس واقطعها 4 مكعبات صغيره كده خالص عشان تستوي معايا بسرعه. بعد كده هنا بقى شويه هنعمل مع بعض شويه تتبيل البتنجان زي العسل. الفيديوهات دي كنز فيها كل الوصفات. انا مش بنزل وصفة البتنجان لوحدها ووصفة المكرونة لوحدها، ودي كلها فيديوهات انا هستفاد بيها اكتر. على فكرة لو نزلت كل حاجة لوحدها هيجيلي مشاهدات على ده وعلى ده وعلى ده، لكن انا بحاول ان انا افيدكم اكتر من اي شيء. فعشان كده بتمنى او بقعد اطلب منكم ان انتم ما تبخلوش عليا بتعليق حلو او كلمة حلوة او تشيروا الفيديوهات لاصحابكم، عشان ده بقى هو ده اللي بيفيدني. يعني هو ده اللي بيفيدني صراحة. وبفرح ان انا بقدم محتوى بيقدر يفيدك او يساعدك في ازاي يعني تنظمي يومك او تنظمي بيتك او تنظمي المطبخ بتاعك. طب بسرعه يا نهى هقول لنا انت عملتي. انا بشرت طماطمايه عشان بتقلل من حديه التوم في البتنجان، وحطيت توم مع فلفل، وحطيت ملح وكمون، وحطيت عصره ليمون وشويه خل، ورشيت رشه من النعناع الناشف. لو بتحبي النعناع الناشف هينقل معاكي التتبيله لمكان تاني. جربيها كده ان شاء الله في بتنجانية واحدة وابقي شوفي الطعم. بعد كده حشيت البتنجان اللي قليته وقليت الفلفل كمان وحطيت عليه التتبيله اهو، وحطيتهم في العلبه يشربوا من بعضهم كده لغايه ما نيجي نحضر بقيه الوصفه العسل بتاعتنا دي. الوصفه دي زمان بصوا انا العدس استوى خدته ضربته في الخلاط وصفيته. خطوه مهمه قوي ان انت لازم تصفيه ويكون قوامه خفيف زي ما انت شفتي كده عشان خاطر يبقى عامل زي الشوربه. احنا كاننا بنعمل وكا بالشوربه بس هنا بالعدس. وحطيت مكعب من المرق، شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسمر، وقلبي بقى المكونات. حسيتها انها تقيله شويه اديتها شويه شوربه او ميه، انا حطيت ميه وسبتها تغلي لغايه ما تلاقي ايه، يعني هتاخد معاكي ربع ساعه كده تلاقي الباميايه نفسها لما تمسكيها كده تلاقيها اتهرت كده خلاص تمام. بشيل بس الريم اللي على الوش دوت. وهنا بقى بنعمل اخر خطوه للويكم وعدسي دي، ان انا بديها طشه تومه زي بتاعه الملوخيه بالظبط، اللي هي تومه فلفل احمر حمرتهم ومعاهم شويه كزبره ناشفه، وانزلي بقى طشي شويه الويكا دول. عايزه اقول لكم بصوا انا ريقي جري، اللي هو قومي علقي عليها تاني، لان بصراحه الاكله دي بتبقى زي السكر كده سبحان الله، حلوه قوي مسكره ولذيذه كده وعارفين الاكلات اللي هي تقعدي تدبي فيها في عيش، هي دي الاكلات دي ومع شويه البتنجان. ودي كانت وصفة اقتصادية اهي مش هتكلفك ان شاء الله كتير، وقدرنا نمشي يوم كده ويوم كده بحيث ان الميزانية تظبط معانا. وكله منين؟ كله من الاطباق اللي في التلاجة اللي احنا بنجيبها من اول الشهر ونظبط امورنا وحياتنا عليها. طيب هنا بقى عملت ايه بقى؟ هعمل معاكم اكلة حلوة كده وشتوية بقى، دي اكلة شتوية خالص.
هعمل ايه بقى؟ احنا خلاص ابتدينا في الاكل الشتوي. قطعت 3 بطاطسايات مكعبات، وهقطع فلفل اهو، فلفل رومي وفلفل حامي، ده اختياري ليكي. وتعالوا بقى نشوف هنعمل بيهم ايه شوية الحاجات دولت. البطاطس دي يعني عشق في البيت تقريبا. بصوا بقى، هي مش موضوع اكله شتويه اكتر من ان هي موضوع اكله سريعه. يعني الكبده بصراحه دي المتشوحه انا بحبها جدا، وبعمل جنبها شويه سلطات وحاجات كده تفتح النفس. انا هنا كان عندي نص كيلو كبده برضو من الميزانيه، كل ما هجيب حاجه اقول لكم برضو من الميزانيه اللي احنا ماشيين عليها، عشان خاطر تلفي لفه كده وتشوفي الميزانيه بتاعت الشهر اللي فات واللي قبليه وتستفادي ان شاء الله. كنا جايبين نص كيلو كبده شرايح، قطعتها بقى، قلت لا مش هقلي الكبده خلاص. حطيتها كده على الكيس على قطاعه وقطعتها شاورما. وبعد ما قطعتها كنت قطعت البطاطس وسبتها تتحمر. هنا بقى بعصر ليمون، الكبده يا بنات مش بتتغسل خالص، انا بعصر ليمونتين حلوين كده وبسيبهم يتصفوا، بسيبها تصفي اي سوائل او اي دم فيها، لكن ما تجيبيش ميه عليها، كل ما هتجيبي ميه عليها كل ما هتزيد زفاره. هنا بقى بطلع من التوم، بقول لكم ان احنا عاملينه في الفريزر، كل حاجه بصوا عاملينها في الفريزر. الدقه دي الحمرا دي عاملينها في الفريزر، البصل ده عاملينه في الفريزر. ارجعوا برضو الفيديو تجهيزات الشهر اللي بيخليكي تطبخي في اقل من 30 دقيقه، يبقى انا ما كدبتش عليكم لما بقول لك هتطبخي في اقل من 30 دقيقه. خدت معلقه من الثوم، معلقه من الكزبره الناشفه، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، شويه من الخل، وعصوري ليمونه، ودي تتبيله الكبده. كده تمام خالص. الكبده في المصفى، الفلفل جاهز معانا. وهنا كنت بغسل القطاعه بالقشر الليمون عشان لو في اي زفاره عليها، بس لو تلاحظوا انا حطيت كيس اصلا قبل ما اقطع الكبده. معلش يا بنات اسفه. هنا بقى بعد كده قلبت التتبيله مع الكبده وسيبيها بس ربع ساعه كده تشرب من التتبيله، مش اكتر من كده. وفي نفس الوقت ده انا كنت حمرت البطاطس الحلوه دي. عايزه اقول لكم البطاطس مكعبات دي وهي متحمره مقرمشه وجميله قوي. وقللت كميه الزيت على فكره، يعني انا ما قللتش في الزيت كله، صفيت حبه وسبت حبه، لان الزيت طبعا نضيف مطرح البطاطس. وانزلي بقى في زيت سخن كده وسيبيها تمسك نفسها عشان ما تنزلش سوائل، يعني ما تقلبيش في الاول. وبعد كده بقى ابداي قلبيها. ودي اضافه من عندي، انا عارفه ان الكبده مش بيتحط لها بصل، لكن الامانه انا بحب احط لها بصل. ورشه من الماجي او مكعب المرق اللي احنا طحنينه في الخلاط وعاملينه بودر، وكمان شويه من الفلفل الاخضر. وكده عملتي بقى اكله سريعه، اكله المستعجلين. تقدري بقى كمان لو عايزه تحطي البطاطس دي مع الكبده في اخر خطوه وانتي على النار، بعد ما تكوني حمرتيها كده حطيها في الكبده، هتلاقيها شربت الصوص بتاع الكبده وبقت دايبه معاكي، يعني بتتغمس مع الكبده. بس انا سبتها كده عشان ولادي بيحبوا ياكلوها مقرمشه، ما تبقاش طريه. وفي نفس الوقت اللي عايز يحط على الكبده يحط، وشويه الليمون المعصفر اللي احنا عاملينه ده. ويلا بينا نكمل بقية وصفات الأسبوع. يا رب ما تكونوش زهقتوا مني عشان خاطر نكمل بقية الوصفات. يلا نشوف الوصفة اللي بعدها. بصوا البطاطس دي حياتنا، يعني بصي مدخلينا في حاجات كتير. عايزة اقول لكم البطاطس دي مغذية، وفي نفس الوقت بتديكي طعم حلو وبتضاعف معاكي الكمية بتاعت الاكله. يعني انا مش متخيله اكله زي دي لو انا مثلا عملتها كام قطعه الفراخ اللي احنا حاطينهم، وانتوا عارفين ان احنا بنحط 4 قطع فراخ في الطبق بتاعنا. فلو انا عملت ال4 قطع كده مثلا مع البصلتين الكبار الحلوين اللي نزلت عليهم دول، مش هيشبعوا الولاد ومش هتبقى وجبه كامله. لكن اضافه بطاطس بقى، اضافه بسله، اضافه جزر، كل الحاجات دي هي اللي بتدي معاكي وجبه حلوه واقتصاديه ومشبعه لولادك. نزلت ببصلتين ورشه من السكر، معلقه من الهريسه الحمراء. وبعد ما حمرت الفراخ وخدت لون نزلت بالحاجات دي كلها وبسيبهم بقى مع بعض. احنا النهارده بنعمل ايه، او الوصفه دي بتاعت ايه؟ وصفه اسمها الفراخ بعرقها. ايوه هي الفراخ بعرقها اللي هو الصوص بتاعها. مش بنضيف لها سوائل ولا اي حاجه، بنسيب الميه الفراخ مع البصل تكب ميتها او الصوص بتاعها. وبعد كده بنبدا نديها البطاطسيتين المكعبات دول. وضربت قرن فلفل مع طماطم مكعبات، مش عايزاهم يبقوا طماطم عصير، لا انا مش عايزاها تبقى متسبكه وحاجه تقيله، انا بس بديها لون وطعم كده بسيط بالطماطم اللي انا بضربها في الكبه. نزلت بقى عليهم بشوية ملح والبهارات بتاعتي وسنة فلفل أسمر والهريسة اللي أنا عملتها. وبعد ما سبتهم يغلوا شوية على النار والبطاطس خدت 50 كده في المية من السوا والفراخ استوت، لأن احنا بنحطها طبعا الأول، حطيتهم في طاجن وعلى الفرن يلا على طول. عقبال لما نعمل شوية لسان عصفور
وكمان قلبت شويه شعريه على شويه رز، وزي ما قلت لكم كده ايه، شوحي الرز في الماده الدهنيه الاول، ومتغمقوش الشعريه يا بنات. كل ما الشعريه تبقى فاتحه معاكي واخده اللون الجولد ده او الذهبي، كل ما الرز بتاعك بيبقى شكله حلو كده ويفتح النفس. عشان في ناس بتعرف تعمل الرز حلو بس بتغمق الشعريه فتلاقيه الرز غامق وشكله مش لذيذ يعني. فخليكي كده في الفواتح. بصوا بقى طلعتها بقى، شايفين انا نفسي اسمعكم صوت الطاجن واشممكم الجمال ده. وكان عندي شويه من السبانخ بايتين، طبعا السبانخ البايته دول بتبقى زي العسل. وعملنا غدا برضو من ايه، 4 قطع الفراخ اللي احنا حطيناهم في الطبق، اللي برضو الناس بتقول دول هيشبعوا اسره. هيشبعوا اسره لو انتي استخدمتيهم زي ما انا استخدمتهم. بس طبعا كل واحد يا بنات ادرى ببيته وادرى بولاده وادرى باسرته، هل ده فعلا هيكفي معاه ولا لا؟ دي حاجه بقى طبعا ترجع لكم. انا مجرد ان انا بديكي افكار وبوظف لك الحاجه اللي انا بحطها لك في الميزانيه، عشان تعرفي ان انا مش بكدب عليكي في حاجه، وتصدقي ان احنا اللي بنشتغل بيه كله قدامك اهو. تعالوا نخش في الوصفة اللي بعدها، واتمنى ان انتي تكوني لسه متابعاني وبتشوفي الافكار وعجباكي، واتمنى برضو ان انا الاقي تعليق حلو منك. هنا انا حطيت 2 من الطماطم، 1 من البصل، جزرايه كبيره، 3 فصوص ثوم، وشوحتهم الاول. خطوه العدس دي بالطريقه دي هتلاقيها حلوه قوي، هتديكي طعم ولون مميز جدا للعدس. يعني شوحي الخضار بتاعك الاول، واغسلي العدس وانزلي على الخضار شوحيهم مع بعض. بعد كده انزلي بقى بالميه وسيبي الخضار مع العدس يغلي لغايه ما تتاكدي ان الخضار بتاعك استوى، عن طريق ان انت بقى تجيبي الجزر، هو اكتر حاجه بتاخد وقت. وبعد كده تشوفي لو استوى يبقى كده خلاص العدس بتاعك استوى بقى تمام. تبداي تاخديه او تسيبيه يبرد شويه، وبعد كده تبداي تاخديه على الخلاط. حطي شويه ملح وشويه فلفل شويه كمون وشطه معاهم في الخلاط، واضربي العدس. هتلاقي لونه فتح شويه معاكي من الضرب، مفيش اي مشكله، هنرجعه للونه الطبيعي تاني. عايزه اقول لكم ان هي دي بقى اكله بقى بتاعت الشتاء، واقتصاديه اهي وسهله، وفي نفس الوقت التركايه اللي انا بقول لكم عليها دي هتفرق معاكي في طعم العدس جدا. قلبت شويه شعريه كده في السمنه، وبعد ما اتحمرت نزلت بقى بالعدس. شايفين لونه عامل ازاي؟ واحنا خلاص انا بصوا بضيف ليه البهارات في الخلاط، عشان خاطر لما بعد كده ما انزل العدس كده ما ابداش بقى احط الفلفل، قطع الفلفل تبقى باينه والكمون وكده، لا خلاص هو كده تمام. وانا لما صفيته شال اي شوائب او اي حاجه بقى للجزر للطماطم للبهارات، وبقى اداكي عدس كده صافي ولونه حلو وجميل. شايفين لما قعد غلي على النار بقى عامل ازاي؟ تقدري بقى تعمليه ده، وهو ما باخدش وقت خالص. جربي طريقتي دي جنب شويه بصل كده في الخل وشويه مخلل او ترشي، وجربوا الطريقه. وكده غدا سهل وبسيط وسريع واقتصادي، يوم لحمه يوم فراخ يوم يوم عدس. فجربوا الاكلات دي ان شاء الله هتفرق معاكم كتير. طيب خلصنا بقى العدس، نرم عظمهم بقى. اليوم اللي بعده هنعمل هنعمل كرومب. انا بصراحه هعمل كرومب من غير اي لحوم جنبه، يعني ولا هضيف لحمه، مش هعمل ولا لحمه ولا فراخ. انا عارفه ان كله بيعرف يعمل الكرومب ما شاء الله، وكلنا شاطرين واتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، بس النهارده هضيف حاجه بس بسيطه او هاكد عليكي فيها، وهي طريقه تقطيع الكرومب بسهوله. انا سلقت الكرومبايه وسبتها تتصفى، ببدا بقى اخد الورق كده وانا واقفه على الرخامه في ثواني، اشيل منه رصه فوق بعضه بالعروق، واشيل منه الزوايد اللي هي على جنب اللي هي العروق دي، وابدأي بالسكينة قطعي حجم القطعة او الصباع المحشي اللي انت عايزاه. في ثواني هتكوني مخلصة الكمية بتاعتك كلها. لو 10 كرنبات هيكونوا خالصين في ثواني. تعالوا بصوا هعملها معاكم تاني اهي. انا بتني الورقة ويكون العرق في النص، ارص العروق فوق بعضها كلها وهوبا بالسكينة مرة واحدة. مش على فكرة الطريقة دي ما بتهدرش معاكي ورق خالص، يعني ولا ورقة هتلاقيها اترمت معاكي، كله بيتحشي. وبعد كده بقى بقطع تقطيعتي اللي انا عايزاها او حجم الورقه صباع، وببدا ارسهم في المصفى عشان ينزل الميه بتاعته. فبكده ما باخدش وقت خالص في الكرنب. يعني ما شاء الله لو سكنتك حاميه كمان انا ممكن يعني لو كرنبايه معقوله برصها كلها فوق بعضها وهوبا بشتغل على طول، بتديني نتيجه هايله. عايزه اقول لكم بصوا عروق بس فقط لا غير هي اللي انت هتطلعيها من الكرنبايه. دي خطوة مهمة حبيت اقولها لكم في الوصفة الاخيرة بتاعة الكرنب. طيب خلصنا بقى الكرنب وقطعناه وسبناه يصفى. تعالي بقى اقولك على طريقة. بصوا انا بوريكي هنا ان مفيش اي حاجة بهدرها، حتى اهو العروق بس هي اللي طالعه اهي. حتى ورق البط ده بنعمله كده وبيبقى تمام.
سنة الخضرة وحطينا شوية خل كده في الاخر، وهشوح بقى البصلايه. عايزه برضه اقول لك في خطوه مهمه في الحته ديت، هي ان انا بعمل الطماطم تتسبك لوحدها الاول عشان خاطر تديكي لون حلو كده، وفي نفس الوقت تبقى قوامها تقيل معاكي. يعني الخطوه دي بتفرق معايا لما جربتها. جت عليا فتره كده كل ما اجي اعمل محشي الاقي اول ما احط الرز الاقي مش موضوع بقى ان الرز متصفي وناشف وكل حاجه، الاقي الصلصه زي ما تكون فصلت، زي ما يكون في ميه، لونها اتغير معايا، ما اداليش اللون الحلو اللي انا عايزاه. فانا عرفت ان الميه بتاعه البصل بتغير لون الطماطم، وفي نفس الوقت الطماطم ما بتكونش متسبكه على الاخر. فانا بعمل ايه؟ بديها 50% تغلي مع نفسها بشوية زيت كده وتقل في الكمية، وبعد كده بنزل بالبصلايه المحمره الحلوه دي عليها واسيبها تتسبك واديها البهارات بتاعتها. دول الحاجتين اللي انا حبيت اضيفهم معاكي في موضوع المحشي، لكن انا عارفه ان انتم ما شاء الله شاطرين فيه وبتعملوا احسن مني كمان. وعملنا شويه ملوخيه خضره زي العسل اهي. الملوخيه دي متخزنه يا بنات، وارجعوا للفيديوهات بتاعت طريقه تخزين الملوخيه، شوفي لونها عامل ازاي وما بتتغيرش. اتمنى الفيديو